لو كسبنا بطولة بقى هيبقى احساسك يا ايه؟ سلام يا سلام. قول لي هتعمل ايه كده؟ انا اول حاجه اعمل ليله لوجه الله، ليلة. ليله لوجه الله. يا رب انت شايل عليا مم. حب النادي الزمالك وحبي لجمهور نادي الزمالك. مم. ده حب عشق، مم. لان احنا انا بحبهم مم. وهم بيحبوني ومتفقين على حب نادي الزمالك. مم. والله ليا امنيه، نفسي ان انا اقعد في وسط الجمهور الحبيب ده، اقعد في وسطهم واشجع نادي الزمالك وانا في وسطهم. هم التالتة يمين. التالتة يمين نفسي. لواء يا لواء، بنحبك يا لواء. الزملكاوي اللي أصبح أيقونة في مباريات نادي الزمالك وتحول لمعشوق جمهور نادي الزمالك. صاحب فكرة مهمة جدا وكانت غايبة، إن حب الزمالك غير مرتبط لا بمنصب ولا بمصلحة. حب الزمالك هو اللي هيخليني سواء كنت مسؤول أو غير مسؤول أحب النادي ده وأفضل وراه في كل استاد وفي كل مكان فيك يا مصر. اللي هو علاء ميلد حالة زملكاوية فريدة، وجمهور نادي الزمالك كله بيحبه وبيعشقه، وكل مباراة بيبقوا منتظرين اللي هو علاء ميلد اللي تحول للقب اسمه القبو. جمهور الزمالك هو اللي أطلق عليه لقب القبو. سيادة اللواء، كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وانت طيب ورمضان كريم. الله أكرم. يعني الله أكرم. اوصف لي الحالة دي، شفت حب جمهور الزمالك ده ليك ازاي؟ لا أنا عايز أقول حب النادي الزمالك وحبي لجمهور نادي الزمالك. ده حب عشق، لأن احنا أنا بحبهم هم بيحبوني ومتفقين على حب نادي الزمالك. فده حاجة قوية جدا. وأنا مش عايز أقول لك يعني قد إيه أنا مبسوط ان انا حاسس الناس بتحبني وحاسس ان انا بحبهم جدا. ده انا هقول لك على حاجه، كنا معزومين امبارح او اول امبارح في فطار في رمضان. فكانوا يقولوا لي ده من جمهور الزمالك، ده من الوايت نايس بتاع الزمالك، ده بقيت ابوس واحضنه اكتر من ابني. بحس ان دي حاجه انا فرحان بيها وقاعد ابوس فيه، ان هو من الوايت نايس او هو من جمهور الزمالك. واقول له انا وانا ليا والله ليا امنيه، نفسي ان انا اقعد في وسط الجمهور الحبيب ده، اقعد في وسطهم واشجع نادي الزمالك وانا في وسطهم. هم التالتة يمين. نفسي ان انا اروح اقعد في وسطهم واشجع معاهم. حاجه جميله جدا. حب نادي الزمالك ده حاجه جميله في دمنا يا جماعه، في دمنا. حب نادي الزمالك في دمنا. وانا حب الجمهور الزمالك في دمي. لان انا بحبهم جدا. بقول لك انا بقيت كل الزملكاوي لي ده في الوايت نايس اقعد ابوس فيه. فبحس بسعاده ان انا بشوف واحد من جمهور الزمالك او من الوايت نايس. فربنا يا رب يديم المحبه ويكرمنا ويوفقنا. اللهم امين يا رب. يا رب. ونسعد جمهور نادي الزمالك، نسعد الجمهور الحبيب ده. هو في جمهور في العالم كده؟ لا طبعا. احنا بنشوف جميع ماتشات العالم. في جمهور في العالم كده يقعد يشجع بالمنظر ده وبالطريقه دي. انا نفسي اقف في وسطهم يا عم، نفسي اقف في وسطهم واقعد اسقف معاهم واشجع معاهم ونفرح. فربنا يا رب يكرمنا يا رب. يا رب يكرمنا يا رب. يا رب. اللهم امين. قول معايا يا رب يكرمنا يا رب. يا رب. ويفرح نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. يا رب. اكرمنا يا كريم. اكرمنا يا كريم. يا رب. سيادة اللواء، انت دايما في كل الماتشات بنجيب ردود افعالك اللي هي التلقائيه. ما الزمالك بيكسب بتبقى ايه حالتك؟ اما الزمالك بيخسر بتبقى ايه حالتك؟ شوف انا طبعا جميع الماتشات بروحها. لو عندي مشوار مثلا مهما كان انسى، مفيش حاجه تقدر تمنعني من ان انا اخد عربيتي واتكل على الله. بيلعب في الاسكندريه، بيلعب في الاسماعيليه، بيلعب في السويس، في اي حته انا ورا الفريق، لان ده عشق. انا اشتغلت في المباحث واشتغلت في نادي الزمالك. انا دلوقتي بستمتع بحبي لنادي الزمالك وجمهور الزمالك. بحس ان انا واحد من الجمهور، بستمتع، عايز استمتع معاهم. وبطلب من ربنا يوفقنا وربنا كرمنا
وتعمل لنا فريق من عند ربنا، فريق ما كناش متخيلين ولا متوقعين بالمشاكل دي كلها، والفريق ده هيأدي الأداء ده. ففرحنا. فبنطلب من ربنا يا رب فرحنا، يا رب فرح جمهورنا، واخد بالك. فيعني بتمنى ان ربنا يكرمنا ونفرح باذن الله، ونفرح بالبطولات اللي جايه دي، نفرح ان شاء الله. انت شايف ان الزمالك دايما يا سياده اللواء على مدار التاريخ ده كله ضد المنطق، ضد الظروف؟ هو الزمالك على طول العصور، هو الزمالك فريق كبير وفريق عظيم، ويمرض ولا يموت، ما يموتش الزمالك، ما يموتش الزمالك لو في شويه مشاكل عطلته، لكن الزمالك قائم ما يموتش. هيموت ازاي؟ الزمالك صاحب الشعبيه دي كلها والجماهير دي كلها، ما يموتش. عمره ما يموت. الزمالك لا يموت ان شاء الله باذن الله. ما هو من يوم ما الزمالك اتعمل لا يموت. بالظبط. تاريخ كبير، تاريخ كبير. حاجه كان عندك ثقه في الفريق السنه دي في بدايه الموسم، وانت شايف مثلا الاهلي تدعيمات قويه ومليارات، وبيراميدز بقى ميزانيه مفتوحه، والزمالك ايقاف قيد ومشاكل كتير جدا بس، وشباب وناشئين، عمرك فقدت الامل ولا كنت حاسس ان احنا هننافس فعلا؟ لو قلت لك كده مش هتصدقني. انا كان عندي الامل ان ربنا هيكرمنا، لان عمره ما هيتخلى عننا من اول الموسم. عمره ما هيتخلى عن الجمهور التعبان ده اللي بيجري ورا الزمالك. مش انا الواحد اللي بجري ورا الزمالك في كل حته، جمهور الزمالك المخلص ورا النادي في كل مكان. فعارف ان ربنا عمره ما هيكسر بخاطرنا، وهيكملها بالستر ان شاء الله. ان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله. رساله من مشجع زملكاوي مخلص اصيل، ايقونه وحاله في نادي الزمالك، للاعيبه نادي الزمالك قبل مواجهه اوتو كونغولي، وللجهاز الفني وتحديدا معتمد جمال. انا عايزك بس تبقى متاكد ان الكلام ده انا برضه مش يعني عايز اقول اكتر من كده، مش عارف. عايز اقول اكتر من كده في بس كم من مشاعر. انا عارف، واثق، انا صادق في كلامي اللي من القلب بيوصل للقلب. اتمنى ان انا الناس ان انت تكون مصدقني. انا مصدقك، والناس كلها مصدقينك. انت يا سياده اللواء حب للنادي ده، اتمنى انك تكون صادق ان ده اغلى حاجه عندي. بالظبط. انت مش متخيل. ده رقم انت واحد. مش متخيل. رقم 2 ربنا بقى يقف معانا. حد كان يعرف ان الفرقه دي، ما احنا بدأنا بالناشئين وربنا كرم وعدينا. حد كان متوقع ان الزمالك يعمل فرقه زي دي؟ حد متوقع ان ربنا يبعت لنا معتمد جمال، الراجل المحترم، الراجل اللي بيحب النادي، الراجل الخلوق. لعلمك معتمد جمال ده كان من احسن اللعيبه اللي جم في مصر، بس الاصابه اللي عطلته. صح. معتمد جمال ده لعيب كبير قوي ومحترم جدا، وربنا واقف جنبه عشان خاطرنا كمان. بالظبط. فده راجل مدرب ربنا كرمنا بيه، واخد بالك، وكرمنا باللعيبه اللي جت دي. وربنا يكرمنا يا رب ونحقق بطوله ان شاء الله باللعيبه ان شاء الله. معتمد جمال ان شاء الله. ان شاء الله. لو كسبنا بطوله بقى هيبقى احساسك ايه؟ يا سلام يا سلام. قول لي هتعمل ايه كده؟ انا اول حاجه اعمل ليله لوجه الله. ليله لوجه الله يا رب، انت شايل عليا. ليله لوجه الله. لو الزمالك خد بطوله واي بطوله تفرحنا تسعدنا، هو في احسن من الفرحه؟ هو انت عايز ايه اكتر من حاجه بتفرحك؟ وعايز ايه اكتر من كده؟ فاول حاجه ليله لوجه الله. تاني حاجه، ما انا مش عارف اعمل ايه. نفسي اعمل اي حاجه للعيبه ديت وللمدرب ده، نفسي. وللجمهور اللي مشرفنا في كل حته ده، نفسي. ان شاء الله ناخد بطوله وتحتفل بقى في وسط الجمهور بقى كده، هنا نجيب جامعه الدول بقى ونحتفل كلنا. يا ريت يا ريت. اكرمنا يا كريم، باذن الله. يا كريم. احنا بنحب نادينا، وجمهوره جمهور الزمالك كله بيحب نادينا. يا رب فرحه، يا رب فرحه بالبطوله نسعد بيها كده يا رب، ونرجع لافريقيا في دوري الابطال لافريقيا يا رب. يا رب باذن الله. بنقول يا رب، كل واحد بيحب ناديه بيقول يا رب، وانا بقول يا رب ان
ان شاء الله ربنا يكرمك كلنا بنقول يا رب يا سياده يا اللواء. رب. واخر حاجه انت راجل محترم يا سياده اللواء، وانا نقلت رسائل جمهور الزمالك لحضرتك. انت مش متخيل الحاله، انت مش متخيل كم التفاعل، انت مش متخيل كم الحب. الناس كلها بتحبك، الناس كلها شايفه فيك المسؤول الوفي المخلص. ما انا زيهم، ما انا زملكاوي زيهم. كل واحد زملكاوي جمهور الزمالك هتلاقيه زيي. هو انا بس يمكن عشان ما اعرفش ركزت عليا ولا ركزت عليا، لكن هتلاقي كل زملكاوي زيي. كل زملكاوي هتلاقيه بيحب الزمالك زيي. عمرك ما هتلاقي زملكاوي يقول لك انا زملكاوي بس ماليش في الكوره، انا زملكاوي بس. عمرك ما تلاقي زملكاوي يقول كده، لان الزملكاوي عاشق لناديه، عاشق لناديه وبيحب ناديه، والسعاده اللي هو هيحس بيها هتبقى قد السعاده اللي انا بحس بيها، لان احنا الاثنين مجتمعين على حب نادي الزمالك. بالظبط. فربنا يفرحنا باذن الله. انت كلمتني ان كل زملكاوي هتلاقيه زي اللواء علاء مقلد في طيبته واخلاصه وفهمه في كره القدم. مين من لعيبه الزمالك بتحسه لعيب سالك زيه زيك؟ الواد ده زي الجمهور، الواد ده من الجمهور، سالك وطيب. ما انا مش عايز بقى ويعني مش عايز ان احنا كلهم نعمل تفرقه بين اللعيبه. لا كلهم كده، كل اللعيبه دولت كلهم، برافو عليك، كلهم لهم حبي وتقديري، لان هم بيفرحونا. وانا هعمل لهم يا جماعه احنا وراكم وفي ظهركم ومعاكم، وربنا يكرمكم. كل واحد يموت نفسه. انت فاضل 6 ماتشات ولا بتاع تاخد دوري، واحنا الناس كلها بتقول احسن فرقه. فلازم نسعى، ولازم نشد حيلنا، ولازم ربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله، ونجيب بطوله لنادي الزمالك نفرح باذن الله، ونرجع دوري الابطال باذن الله. يا ريت باذن الله، ونفرح معاك وبيك. نفسي ويبقى دوري اللي هو علاء مقلب باذن الله. نفسي ربنا يكرمنا باذن الله. باذن الله. ادعوا معايا كده يا رب. يا رب يكرمنا، يا رب. يا رب يكرمنا يا رب، وبطوله نفرح بيها يا رب. يا رب اللهم امين يا رب. يا رب يا رب باذن الله. باذن الله. نشكر اللواء علاء مقلد على اللقاء الطيب ده، وباذن الله الزمالك دايما منصور بجمهوره الوفي المخلص الاصيل.